في القرن 16 جيرلامو كاردانو كان واحد من بين أشهر الأطباء في إيطاليا، عايش حياته ما ناقصو حتى خير، وكيف ما كيقول المثال حتى زين ما خطاتو الأولى. كاردانو كان قمار ديال بصح، مدمن على القمر. غادي يبدا يفكر كيفاش يقدر يرجع هاد الألعاب الحظ الألعاب يمكن التنبؤ بها ويبقى ديما يخرج منها رابح. الفكرة ديال هاد السيد بسيطة، إذا عندك درهم ولحتيه في الأرض سوا غيعطيك بيل سوا فاس، مستحيل يعطي بيل وفاس في نفس الوقت. إذا عندك جوج احتمالات، وهاد الجوج احتمالات واحد غيبان والاخر غيتلغى. 50% بيل 50% فاس. باش نفهمو مزيان هاد البلان، تخيل راسك كتلعب البارتي. الدادوس عنده 6 ديال الأوجه، ولكن فاش كتلوح الدادوس كيطلع غير وجه واحد من اصل 6 الاوجه. الاحتمال ديال كل وجه هو 1/6. هذه هي القاعده اللي كتبقى صالحه في حاله ما اذا كان الدادوس محايد ماشي مغشوش كيطلع وجه اكثر من الاخر. ومن هذه الفكره بداو العلماء الرياضيات كيحطوا قوانين اللي تسمح لهم بالحساب ديال الاحتمالات والتنبؤ بالمستقبل. مستر نوبادي الفيلم كيحكي القصه ديال واحد السيد غيموت ودايرين ليه لايف في التلفازه باش العالم يعيش مع اخر اللحظات ديالو. من بعد الوفاه ديال مستر نوبادي ما غيموت حتى شي واحد. الاطباء لقاو الحل باش كل شيء يبقى عايش للابد. القصه ديال الفيلم خياليه ولكن الموضوع ناضي. في واحد العالم ما وراء الطبيعه كاينين بزاف ديال البراش عايشين تم واكلين شاربين ما ناقصهم حتى خير، وفاش كتوصل ساعتهم كيجيو لهاد العالم ديالنا. هاد البراهش عارفين الشاده والفاده على حياتهم، يعني عارفين مسبقا المصير ديالهم في الدنيا. وباش ما يجيهمش الملل معانا، قبل ما يتولدوا ملائكه النسيان كيحطوا صبعهم فوق الشفاه ديالهم باش يفورماطيو الدري اللي عاد غيتزاد. هاد الملائكه النسيان قبل من الولاده ديال مستر نوبادي نساو ما فورماطاوش. النتيجه غتكون كالتالي: مستر نوبادي عارف مسبقا جميع الاحتمالات الكائنه والممكنه اللي كتسنى في هاد الحياه، وكيفاش يقدر قرار بسيط يقلب لك حياتك 360 درجه. كلمه قلتيها عفويه لشي حد وما عجباتوش خلاتو يبدل النظره ديالو ليك ويبدل التعامل معك. بلاص ما يكون صديق يقدر يتحول لعدو. في هاد العالم غنشوفوا كيفاش القرارات البسيطه عندها قدره باش تتراكم وتؤدي لنتيجه غير متوقعه، وكيفاش ان عدم اتخاذ قرار هو في حد ذاته قرار. الطور ديال تاثير الفراشه في الحياه ديالنا. مستر نوبادي العالم كامل كيتفرج فيه وكيتسناوه يعاود قصه حياته، ولكن هاد الساط ما عاقلش على حياه وحده، عاقل على بزاف. فاش غيبدا يعاود على راسو غيبان بحال كيدخل ويخرج في الهضره. واش كيدير البوز للوقت ولا كيسافر عبر الزمن، ولا يمكن يكون كيعيش في ابعاد وحده اخرين اللي حنا ما عارفينهمش من غير ابعاد المكانيه الثلاثيه وبعد الزمن. مستر نوبادي من بعد ما عاش جميع الحيوات الممكنه كيعتبر انه ما كاينش الفرق بيناتهم. كل الحياه لازمها تعاش بالزوين والخايب ديالها، والحرص على اتخاذ القرار الاصح هو شبح كيلاحق البشريه، مع العلم ان الناس ما عندهمش الوسائل باش يحددوا ما اذا كان القرار اللي خداه هو قرار صائب او لا. نرجعوا للقرن 16. اذا كان الدادوس مغشوش شحال غتكون الاحتماليه ديال كل وجه؟ في هذه الحاله القانون كيتبدل. اذا بغيتي تعرف الاحتمال ديال كل وجه خاصك ترمي الدادوس عده مرات، وغتحسب شحال من مره طلع كل وجه، وغتقسم على المجموع الرميات اللي درتي. مثلا من بعد ما رميتي الدادوس 100 مره الوجه 4 طلع 50 مره، اذا الاحتمال ديال الظهور هاد الوجه هو 50 مقسوم على 100. ببساطه اذا بقيت كنرمي الدادوس عشوائيا 50% غيطلع الوجه 4. اذا كنتي قمار من الاحسن ليك تقمر على الوجه 4، حيت هو اللي الاحتمال الظهور ديالو كبير. السبب اش؟ والله ما عرفنا السبب. بنفس المنطق العالم خدام. الشركات التامين على السيارات، التامين على الصحه، اداره المخاطر الاقتصاديه، التعليم، مجال الطب، وزيد وزيد. ما يمكنش للطبيب يدير شي عمليه هو ما عارفش نسبه النجاح ديالها، وباش يحدد نسبه النجاح كيشوف شحال من عمليه دارت لنفس الحاله وشحال من عمليه نجحات، وهكا كيقدر يلقى الاحتمال. باش نزيدو نفهمو اكثر ناخذ على سبيل المثال الشركات ديال المراهنات. وان اكس بيت. الفرقه اكس غتلعب ضد الفرقه ايغريك في المدينه ديال الفرقه ايغريك. الملعب غيكون عامر 25 درجه الحراره، والهداف ديال الفرقه ايغريك مضروب ما غيلعبش. باش تحدد الاحتمال الفوز ديال الفريق ايغريك كترجع تشوف شحال من ماتش لعبوا مع بعضياتهم وشحال من مره ربحات ايغريك، ولكن هذا الاحتمال اللي غادي تحسب غيكون غير دقيق، حيت الشركات ديال المراهنات كياخذوا بعين الاعتبار جميع الاجواء اللي غيدوز فيهم هذا الماتش، بحال الوقت، الشتاء، الشمس، وزيد وزيد، باش ديما يقللوا من الخسائر
الخساره ديالهم، وديما هما اللي خرجوا رابحين من هذه اللعبه. وهنا غنشوفوا كيفاش يمكن لنا عن طريق الجبر تنبؤ بالمستقبل ونخليوه يلعب في صالحنا، ماشي 100% ولكن بنسبه كبيره. شكرا على المشاهده ديالكم، ونتلاقاو في حلقه جديده من كافي سينما.